غنوجدو واحد الطبق اللي هو محبب عند الكبير والصغير. شكون اللي ما تيبغيش طاجين القوق والجلبانه؟ والمهم ودابا ندوزو للتحضير، طريقه التحضير وشنو غنحتاجو. خليكم معايا. سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تسمعوني عتانا. ايوا المهم الله يجعل مغفرة الذنوب. هادشي اللي غنقولوا. كيف تلاحظوا اليوم ان شاء الله غنوجد معكم الطاجين بالقوق والجلبانه، وانا غندير معهم هذوك البصيلات الصغيورين. المهم على بركه الله عندنا اللحم على حسب الكميه. انا ما كرهتش نديرو بلا لحم والله، ولا كان الزوج الكريم نو تياكل هو اللحم. البصله، عندي واحد مطيشات. انا خديت هاد لي سوغيز، درت واحد جوجات. وهنايا عندي القزبر، نو المعدنوس مديوش عليا صايمه. وعندي البصله، وعندي الجلبانه، وعندي القوق. المهم البنات، ها نتوما هاد القوق راه دخلوا الليدل زوين، حسن ما تبقاي تنقيو تقادي وما داكشي. معلب تصيبوه في الكونجيلاتور، راه شي حاجه زوينه نيو. يلا مدخلها يلا، ولا تيدخلوا صراحه ما كانش تيدخلوا. والله يرضي على هاد الليل، الله الا مقرب لينا شحال من حاجه، يعني مسهل علينا شحال من حاجه. وعلى بركه الله عندنا التوابل. عندي القزبر مدقوق، وعندي الملحه. المهم راكم تشوفوا. وعندي الخرقوم والفلفله حاره دائما حاضره. وعندي سكينجبير. صراحه الفلفله حيت تيقول لك صحيه، مره الانسان يبقى يطيب بها ما فيها باس. وعندي ثوم بودر وزيت الزيتون كذلك. وما نساوش لا برينسيس فاش غنطيبو. انا تتعجبني هذه وخلاص في رمضان واو. المهم على بركه الله. وما تيديروا هاد الكحوليه ولا كان عادي الطين، ما كاين حتى شي اشكال. المهم نديروا زيت الزيتون فوالا، حيت صراحه تنطيبوا معير فوق البوطه، ما هادو راه ديال الفاخر. انا تندخلها حتى للفران صراحه ملي تنكون دايره بحال هكا بعض المرات جلبانه بالبيض ولا. المهم تندخلها للفران تجي اش خلاوها مزيانه. صافي غنديروا هذيك البصله تشحر، وغنضيف عليها هاد الميطيشه والقزبر، وغندير الثوم. المهم باقا ما سخناتش، واخا شعلت عليها همايه تيشدوا الوقت باش يسخنوا وباش زوينين. يعني واخا طفي على الخضره على الطاجين بواحد نص ساعه ولا شنو، تيبقى محافظ على ديك الحراره، تيبقى سخون يعني. صافي وغنبدا ندير في التوابل. نشحروا داكشي مزيان. المهم هاد المطيشه راه غتطلق الماء ديالها وهي فوالا. المهم نخليها تشحر واحد شويه ونطلق. هو البنات راه قلت لكم الصيام نسيت اللحم كاع ما حطيته. ما ديوش عليا، ماشي مشكل نضيفوه حتى لدابا. والله الا نسيتو انا، حيت اصلا ما عنديش معاه. تنظر راكم عارفيني ما تناكلش انا لا اللحم لا الدجاج، عندي مع الحوت فقط او الخضره سوطي في الفران بلاياش. والله الا قلت ما نقطعش هاد البارتي. ماشي نبينوش اختي حنا كلشي زوين شدو تالي ماشي زوين. ويلي ايوا معليش يا الصيام وما يدير. المهم عير نقصوا عليه البوطه وخلوه يتشحر مزيان حتى التالي، وغنضيفوا عليه الماء سخون. كيف تعرفوا هاد الانيات تيبغيو الماء سخون. صافي دابا نمرقوا الماء الكافي.
المهم دابا ملي مرقت الماء الكافي، من بعد غنضيفو القوق والجلبانه والبصله. ودابا البنات نضيفو الجلبانه من بعد ما خليت واحد 15 دقيقه. صافي، وغنضيف القوق. المهم كيف قلت لكم هذا القوق هو راه تيطيب صراحه، بعض المرات يكونوا مخلطينه. يعني ماشي ما نقولش لكم ما تيطيبش، شي وحدينات عاد تيكونوا عندهم دوك الجناب قاصحين، ما مقشرينهمش محلين مزيان وصافي. ولكن على العموم راه تيطيب وتيجي رائع. ندير الوسط، نخلوش بلاصه فراغ. فوالا صافي. ونضيف هذوك البسيلات لما بغيتوهمش ما تضيفوهمش. المهم انا تيعجبوني، تيطلقوا ديك الحلاوه، تيجوا غزالين. ونضيفو هذاك الحامض وصافي، ونخليو الطاجين ديالنا حتى ينضج. وهاد الطاجين ديالنا ملي وجد تيجي عن جد رائع ناشف. فوالا شهوة منه. ويلا البنات نقول لكم نتمنى انكم تجربوه وبصحة فطوركم، ونتلاقوا المرة الجاية ان شاء الله. باي باي.